او تضخم ومشاكل الهلال تصغر. هذا رقم واحد. طيب خليني انا اعتقد من اكثر اجتماعات يعيد اللي دعم فيها رئيس نادي إدارة فيصل وإدارة فيصل السابقة وإدارة خليني برد عليك. لكن البطولات هي اللي خلت الناس. خليني برد عليك نقطة معينة. أولا تقول إنه وقت العالمية إنه كان في التفات وانت تشاهد على العصر. نعم. تأكد في وقت الفرح راح تشاهد كل من هب ودب موجود، واحنا يمكن ذكرناها قبل شوي انا والاخ زكي انه يعني حتى ذكرناها انه وجود اعضاء شرف الهلال اليوم في الفرح ما هو مثال. اعضاء شرف الهلال تجدهم بكثرة وقت الانكسار. هذا امر. طيب الامر الثاني تتكلم مثلا انه بس مجرد البطولات هي اللي ما عطت يمكن هالوهج، والاعلام يغيب هالمشكله. النصر يا عزيزي في مشكله بين عزيزي هذه مفردة الامير عبد الرحمن مسعود الله يرحمه ويذكره. عشان كذا هو تعمد تقول الله يرحمه ويرحم امواتنا جميعا. النصر في مشكله بين عضو شرف نصراوي واداره النادي 3 سنين عشان تنحل، وصلت للمحاكم والقضايا. وين حب النصر كان؟ بين شركه ماسا وبين اداره النادي. خلينا منطقيين. هذا لا يحدث. خلينا هذا حدث في اي نادي اخر يا اخي. العقد شريعتهم متعاقدين. اي هذا حدث. لا انت تتكلم انه اعضاء شرف النادي وانه محبي النادي يلتفون على النصر، لكن الاعلام هو اللي يغيب. يعني الاعلام هو الان هو اللي غيب هو سبب المشكله ذي بين ماسا والنصر. 3 سنوات 3 سنوات لم تحل المشكله يا رجل، والهلال حل المشكله في نص ساعه. ايش المشكله اللي حلها الهلال في نص ساعه؟ نص ساعه اختلاف من يترأس النادي وانه هناك هذا ما هو لا برضه لا يا عيد. لا برضه هذا طرف محايد. هذا الكلام لا يقلل من عمل صاحب السمو احنا شوف لكن هذا الامر مشكله ماسا ما تربطها زي لا بس التنافس اللي بين ابو فيصل وبين ابو تركي. هذه النظره هذه النظره وهذا الحديث هو من يحرم النصر البطولات. لا الاعتراف بالمشكله هو اول اسباب يمكن انت لا يا عيد. لابد ان نعترف ان النصراويين ليسوا على قلب واحد. هذا امر مفروغ منه. شوف يا عيد، انت الان تقزم اعضاء شرف النصر. لا النصر اعضاء شرف النصر ليسوا على قلب رجل واحد. لا هم على قلب واحد ويعشقون النصر. وما قلتم بالنصر عملاقا. احنا موجود. هذه حقيقه. انت منتسب للوسط واحنا اعلاميين ونعرف ايش قاعد يدور في كل الانديه. يا اخي في الهلال حدثت مشكله. لو حدثت في اي نادي ثاني، لو حدثت في النصر لعلقت لها المشانق. مشكله نومه لعيبه ناشئين الهلال في المسرح. طيب نتكلم عن الاعلام غيبت بسرعه. لا ما غيبت. ما غيبها الاعلام. لعيبه لا ما غيبها الاعلام. تعرف مين غيب هذه المشكله؟ من غيبها؟ غيبها الحكمه. إدارة النادي لم تصعد الموضوع وهو يخص عضو شرف مشرف على الفئات السنية. لا أقول لك انتهت في وقتها. هذا دليل حكمة أعضاء الشرف. هنا يأتي دور أعضاء الشرف. ما صعدوا المشكلة، اختفت المشكلة. هذا أمر. وسائل الإعلام اللي تذكرها كلها وتقول مثلا إنها تغيب، نشرت الصور وتحدثت عن الأمر. أكثر من كذا يعني إيش ذا؟ بالعكس نزلت هي حق مشروع الجول أونلاين. لا والجميع تحدث عنها. والاعلام اللي تذكر انه غيب الامور، اخذ احاديث من الامير عبد الرحمن مساعد، واخذ احاديث من الامير بندر محمد. لم يغيب. بعطيك حاجه واحده من ثقافه النصراويين. الان النصر يلعب مباريات في التصفيات الاسيويه، وهناك عدد كبير من اعضاء الشرف، عضو او عضوين او 3 اعضاء الى امس وهم يقدمون تبرعات لفريق النصر بعد ما تاهل في كاس الدور ال16. حيلعب مع ذوبان، وشخصيه معروفه لدى النصراويين، وفي كثير من المحبين. يعني امس في تكريم الناشئين عدد من الاسماء اللي احنا نعرفها من فترات ما كنا نلعب قدموا دعم مادي، وما زال النصر ينتظر دعم مادي. بس هو مشكله النصر في الفريق الاول لم يحقق بطوله. النصر نافس على الاولمبي، نافس على الشباب، جاب بطوله الناشئين. الفريق الاول نافس الى يعني قبل مباراه الاتفاق كان قاب قوسين او ادنى ما بين الثاني والثالث، ولا لا؟ بس هي العقبه الوحيده. ايش نقص النصر؟ مدرب تعبان بصراحه بكل امانه. شوف الامير فيصل غايب، الله يرجعه بالسلامه لو انت رئيس تشير المدرب الان هذا؟ انا بقول لك الان وقت ضيق. الان انا بالنسبه لي ممكن يكون قرار معنوي، ممكن يكون يعني تكليف احد ابناء النادي، كابتن ناصر الجوهر، كابتن يوسف، كابتن صالح المطلق، عشان يمكن على الاقل يعيد ثقافه رفع يعني الروح المعنويه وتنظيم الفريق من ناحيه فنيه. لكن اعطيك مثال بسيط. يمكن عيد تكلم عن مثلا، انا اقول لك تكلم عن في الاسيويه. شوف في الاسيويه ارجع للارشيف، وانت خبير بهذا الموضوع، ارجع للارشيف شوف كم من تواجد شرفي غير طبيعي
قبل البطوله. لحظه قبل البطوله. لحظه نفس الارشيف برجعك له ابو تركي، نفس الارشيف برجعك له تجد يمكن صفحات الجرايد. احنا مسؤولين. اتكلم اكثر يمكن معليش اكثر التصريحات يمكن والمشاكل تحدث بين اعضاء شرف النصر. معليش اكثر الردود والامور يمكن اللي تظهر على سطح الاعلام بين اعضاء شرف النصر. انا بقول لك حاجه واحده. ليش نغيب؟ ليش تغيب الحقائق؟ انا ما اغيب بس انت اللي تغيب. انا بقول لك حاجه واحده. قبل الآسيوية هتكلمك الحين قبل، أنت سبقتني على بعد الآسيوية، بعد الاحتفالية. أقول قبل الآسيوية كان أعضاء شرف النصر والبيت النصراوي يا أخي مترابط قبل البطولة لتهيئة الفريق للآسيوية اللي كان فيها سيتشكوف ومحمد العنزي وفاز فيها النصر. بطولة 2000. خليني بقول أنا أتكلم لك. هو يقول أنا أتكلم عن الترابط بين البيت النصراوي. هو في فترة اللي بعد وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعود الله يرحمه جاءت إدارة جديدة. بعض أعضاء الشرف مع مسيرة الفريق كانوا موجودين لكنه ما في نتائج. يا أخي الهلال عمره رئيس ما جلس في أكثر من 4 سنوات. ما تأثر الفريق. تعاقبت إدارات أعضاء شرف النصر جابوا لاعبين أجانب، جابوا مدربين، جابوا لاعبين. يعني أعطيك مثال بسيط، في السنتين الأخيرات هذه أغلب اللاعبين اللي جو من برا عبد الرحمن القحطاني، ريان بلال، وما تصلح الوضع. كانوا أغلبهم عن طريق أعضاء شرف. طيب لحظه بقول لك شيء. محبين للنصر. ابو تركي على فكره يعني في نقطه لازم نتفق عليها الان. شوف تاكد تماما انه جميعا يمكن جميع الموجودين هنا يرغبون في عوده النصر حتى المنافسه على البطولات. ومصلحه الكره السعوديه يعني وعوده الاهلي وعوده الاهلي بجماهيره العريقه النصر وبحضوره الطاغي حقيقه يمكن الجماهيري. الجميع يريد عوده النصر بالتاكيد بتمام مساحه البطولات. لكن بهذا الفكر ابو تركي وبهذا يعني الثقافه لن يعود النصر. اللي هو ايش الفكره الثقافه ايش يعني؟ انا اقول الان انت تذكر انه اعضاء شرف النصر مترابطين بشكل مو موجود في الانديه. يعني تقنع مين؟ انا الان يمكن حتى لو ناخذ استبيان للزملاء الموجودين لن يتفق معك احد. كنت والله بسال اخوي لن يتفق معك احد. ما راح يتفق معك احد. تجي تتكلم مثلا شوف تتكلم عن مشكله النصر تروح للاعلام وانه الاعلام غير مشاكل الهلال وغير اي مشاكل. ليش انت ما تقول انه تعامل الهلاليين يختلف عن تعامل النصراويين مع الاعلام؟ ليش ما تقول انه تعامل الهلاليين مع قضاياهم يختلف عن تعامل النصراويين مع قضاياهم؟ وربما هذه حقيقه. نعم طيب. تعامل الهلاليين مع قضاياهم فما هو الاعلام هو من يغيب ويظهر فريق او يظهر مشاكل ويغيب مشاكل او يكبر مشاكل. يعني ترى تاكد تماما انه الاعلام مهما فعل لن يستطيع خلق مشكله داخل نادي النصر. هي المشاكل نادي النصر من تاتي للاعلام وانت جالس في مكتبك تاتيك يعني تبحثون عنها. نسمع ابو جواد ونرجع لك. لا يبقى النصر مادة اسمه حقيقه. لكن ابو تركي ما يتعلق باعضاء الشرف اعتقد الكل الصغير والكبير يعرف، وبالذات النصراويين انفسهم دائما يتساءلون يقولون وين عمران وين سامي الطويل، كمل لي بعد وين حسام الصالح وين عندك اسماء كثيره. لا يعقل يا ابو تركي انه الان بالموقف هذا تتكلم عن وحدة أعضاء الشرف والتفاهم وترابطهم. أبدا هذا غير معقول. ولا يمكن حقيقة أنه أن تضحك على عقلية النصراوي المشاهد والمتابع الآن. لأنه يا إما يقول أنه علي كميخ الليلة حقيقة متجلي وأصبح أنه يبغى يجامل لأعضاء الشرف ويبغى يظهر أنه البيت النصراوي بيت نظيف مثالي كل شيء على ما يرام. أنا خالفك الرأي. لا ولن يعود النصر إلا بعودة أعضاء الشرف. يعني بفعل الترابط لن يعود النصر. لن يستطيع رئيس نادي أيا كان يرأس النصر أن يعمل بمفرده. لعلمك وانه يقود مثلا الفريق بمفرده. انت ما انت هلالي ولا نصراوي. شوف ايش لا بس اتفاقي يبقى اجاوب عن موضوع شرف النصر. هو النصر ويمكن حتى انديه اخرى. يعني انا والله كان ودي احنا نتكلم عن التميز الاداري في الهلال. هو يعني النصر بيعاني واعتقد حتى انديه اخرى. الاتحاد يعاني شرفيا. الاتحاد بيعاني شرفيا. الاهلي بيعاني فنيا يعني هي مشكله النصر. النصر حتى النصر ترى يعاني برضه من المشاكل. يعني انا بس ابغى بعدين اخوي علي يجاوبني على السؤال اللي سالته انت ايش اللي يحتاج النصر. لكن انا اتذكر يعني في وسط موسم نسمع ان سليمان القريني يستقيل ويترك النصر ويقعد فتره الفريق بدون مدير كره وهذا يؤثر تاثير قوي يعني. وبرضه في اسماء ذكر اخوي احمد وين فلان هذه موجوده ترى في كل الانديه. هو يعني بصراحه يظل نادي الهلال هو من يعني يتسيد هذا الموضوع في الاستقرار. خليني بضرب لك الشرفي بصراحه. خليني بضرب لك الى اغلب انديه المملكه تلاحظ ان فيها بعض الاعضاء اللي ما هو يعني
مقتنعين بسياسة سواء الإدارة أو مش مقتنعين بالرئيس أو بعض الأشياء. هذا خليني في الاتفاق قبل لا نروح وارجع العيد نفس المعاناة أعضاء شرف مبتعدين وكذا. بلا شك يعني برضو في الاتفاق في بعض الأعضاء عندهم اختلافات، لكن احنا يمكن فينا ميزة أيضا في السابق كنا أقوى من كذا بكثير، اللي هي ما يتميز فيه نادي الهلال الآن. كنضرب مثل في الهلال أن يعني أنا لعبت في هلال الطويرقي، أنا لعبت فترة في نادي الاتفاق ما أعرف من هو أعضاء شرف نادي الاتفاق ولا أسمع فيهم ولا أهتم فيهم، لأن النادي يعني ما لنا مشاكل. لكن الاتفاق طبعا الكل يعرف أنه بدأ صغير وكبر البطولات. وليش أنا تكلمت عن يمكن في الهلال نقطة، ألا وهي الإنجازات لا تحسب للشخص، تحسب للكيان. لأن لو تحسب للشخص يبدأ هنا الغيرة والحسد، ويبدأ الآخرين لا يرغبون حتى في الدعم. الاتفاق يظل في اختلافات، لكن الكل يتكلم عن مثلا هلال الطويرقي مبتعد عن الفريق، يطلع هلال الطويرقي في السنة الماضية ويدعم باثنين، يعني اسمح لي أذكر رقم مثلا أبو خالد ب2 مليون وهو مبتعد عن النادي. هذا إيش دلالة؟ هذا معدن عضو الشرف الأصيل فعلا اللي ينتمي لهذا الكيان ويعرف منه الكيان. لكن أنا عضو شرف وأنتمي للكيان وأحب الكيان، لكن أبتعد وأقول تدري خلهم إلى ما يصير وضع الفريق سيء وأنا بجي. لا، هذا مش صحيح. انت ادعم الاعضاء اللي بهذه الطريقه عضو غلط في انديه يعني هو ما يخدم الا نفسه، اذا جاء يصير احسن. اكون صريح انا بضرب لك مثال نصراوي هلالي متشابه جدا. مشكله الان نتحدث عن ديون يمكن اللي كانت على اداره الامير محمد بن فيصل اول ما استلم الامير عبد الرحمن سعد. تكلم عنها كثير، تكلم عنها الامير عبد الرحمن سعد اكثر من مره. كان هناك رد يمكن ايضا من الامير محمد بن فيصل على مساله الديون، اختفى الموضوع نهائيا. وكان حتى الكلام والدعوات والمسألة كانت يعني في قمة، عرفت الاحترام، في قمة يمكن التقدير. كان الأمير عبد الرحمن سعد يرددها إلى آخر تصريح له أنه ثقتي أيضا في الأمير فيصل بن سعود وفي ابنه الأمير محمد كبيرة، وأنهم سيقفون خلف الهلال تمام، مش بس مسألة الديون. يعني حتى الحديث ولا الخلاف يكون بمنتهى، أو الاختلاف يمكن يكون بمنتهى، بينما شاهد قضية عمران مع إدارة النصر ومسألة المالية اللي حدثت في نادي النصر في ذاك الوقت. اسمح لي أنا يمكن يعني شوف كيف هنا تعاطوا مع هنا احتواها وهنا كيف كبروها. أخوي عيد، أنت تتكلم عن ديون الكل يعرفها. أنا شخصيا تفاجأت، يعني اسمح لي أن أنا أتكلم عن أستاذ هلال، لأنه يمكن هو أبرز شخصية مثلا من الأعضاء اللي يعني أولا كان مشرف وكان رجل مشهور، بعدين داعم يعني لاعب سابق. أيوة. أنا تفاجأت في بطولة الخليج اللي حققناها في 2006 إن في الحفل طبعا الكل يتكلم عن مشاكل بين أستاذ هلال وأستاذ عبد العزيز، الاثنين يدخلون مع بعض بإيد واحدة، أوكي، ويعلن أستاذ هلال أو أبو خالد في الحفل إنه في مبالغ له يتنازل عنها للنادي. ما كان أحد يدري حتى أن في مبالغ لأبو خالد في الموضوع. إذن هذا اللي ما تكلم لي عن أعضاء شرف وتقارب وتلاحم. لكن هذا لا يعني أن الآن أصبح كل الأندية، ترى كل الأندية موجود فيها بعض. لكن أنت تبي تقول لي الهلال ما في، أنا أقول لك الهلال أيضا في، لكن في حكمة في التعامل للكيان وليس للأشخاص. احنا ذكرنا يعني احنا ما احنا قاعدين نقول ما فيه، احنا ذكرنا حتى يمكن بعض الاختلافات، وذكرنا كيف قاعد يتم احتوائها، ذكرنا فيه بعض الاشياء، وذاكرين كيف يتم التعامل معها بحكمة. فيعني انا اقول انه الهلال بالعكس، يعني انا ابو تركي يعني حقيقه احنا كلنا نتمنى النصر يرجع، لكن النصر لن يعود الا بعوده، يعني اللقطه دي الامير عبد الرحمن المساعد ماسك الامير بندر محمد بيد يد بيده، يعني شوف. لا، وعلى فكره يمكن في هناك يمكن احاديث كثيره، وممكن كانت خلافات واختلافات حتى في مساله البراعم الفئات السنيه، وما ذلك تشاهد اليوم يمكن لقطه تغني عنها. بس انا اخوي علي شوف اللقطه، لا شوف بجاوب على السؤال. شوف اللقطه هذه، يعني صراحه للامانه صورة تتكلم حقيقة. في أندية حققت بطولات ما تشوف اللقطة زي دي أبدا. أنا قلت لك لأن انتساب البطولة لمين؟ للكيان مش للأشخاص. هذا الفرق. في نقطة مهمة زكي. في نادي آخر غير الهلال، شوف أنا أقول لك يا بأمانة، في نادي آخر غير الهلال تجد يمكن رئيس النادي يجدها فرصة تمام للتشفي، عرفت، ولا يمكن التهجم على مثلا من يختلف معهم، بينما يمكن في الهلال
تشاهد يمكن انها فرصه بالعكس للوفاق وما في شك يا عيد انه من اللقطات الجميله انك انت تشوف احتفاليه بالشكل هذا وان الجميع كله محتفل. وبالتاكيد اصلا عبد الرحمن يعني صديق الجميع وليس عدو الجميع، يعني اصلا هذا حتى من قبل ما يكون رئيس نادي فهو شاعر يعني معروف، يعني مرهف الاحساس ويقرب ما يفرق. يعني هذا موضوع احنا منظومه العمل في البيت الهلالي احنا متفقين عليها، لكن ايضا احنا نقول لك انه في كثير من لا احنا ما ننكر، شوف ما ننكر انه موجود شخصيات لكن محبه للنادي النصر، بس برجع ما ننكر موجود شخصيات محبه للنادي الاتفاق، لا انا بتكلم لك عن البيت النصراوي، لكن نتكلم عن مساله الكم والكيف والامر اللي قاعد يدار فيه. لا بس من نادي الهلال ولا ما لا بس انت وابو جواد قلتوا لا تضلل جماهير النصر او متجلي. انا اقول انه البيت النصراوي هناك فيه كبير فيه. الان احنا في النصر عندنا في البيت، وانا عندي قناعه كامله وانا اتحدث امام جمهور النصر مو عشان اجاملهم، لكن هناك تركي بن ناصر بن عبد العزيز ومنصور بن سعود بن عبد العزيز اجتمعوا اعضاء شرف النصر بشكل مميز وخدموا البيت النصراوي بشكل اوصل الفريق في هذا الموسم، اوصل الفريق في هذا الموسم للمنافسه الى اخر مباراه. والان ربما ان شاء الله ان الله يوفق وينتقل الفريق من دور 16 الى دور الثمانيه في ظل يعني فترة وجيزة لرئيس جديد نعتبره احنا. بالنسبة لنا احنا لم يتخلى أعضاء شرف النصر عن البيت النصراوي أو يتخلون عن رئيس النادي، لكنه في بعض أعضاء الشرف عنده مسؤولياته أو التزامات المالية. لكن حل البديل، أعطيك مثال بسيط. بس أنت ما جاوبت على السؤال. بجاوب عليه. عندك مثال، عندك بس بقول لك حاجة واحدة. الأمير منصور بن سعود الله يطول في عمره والأمير طلال بن سعود الله يطول في عمره الآن يمارس ولده خالد ولد الأمير منصور خالد وسلمان بن طلال يمارسون دور أبوهم في دعم الفريق ماديا حتى على مستوى القطاعات السنية. نطمح احنا في أكثر ونطمح في المبتعدين أكثر، نطمح في عيال الأمير حسام بن سعود أنهم يقفون مع الفريق أكثر، لكنهم موجودين في الملعب، موجودين في المنصة، موجودين في المدرج، يعني آخر التمارين الموجودين كانوا حاضرين التمارين. ما ينقص النصر عشان أجاوب مشكلة فكر عندكم يعني. لا الفكر عندنا موجود والتخطيط موجود، لكن لم يحالف النصر النجاح اللي يلغي فتح الملفات. يعني بس ابو تركي معلش خليني اقول لك كيف تحقق بطوله؟ بس عطني فرصه. انا بقول لك انت كيف تحقق بطوله وفي يعني جهه او في اشخاص يعملون ضد اشخاص اخرين؟ خلينا نقول بس هذا لا يمكن انك بدا النصر تركي انت تعكس الايه. انا بقولها لك انت كيف اعكس الايه؟ شوف انت تعكس الايه حقيقه يعني كلامك غريب ولا اقدر افهم. انت تقول مثلا النصر يحتاج الى بطوله كي تفتح الملفات. انا اعرف ما قلت تفتح ملفات، ما قلت تفتح ملفات وفعلا ممكن تعالج المشكله. لا. قبل الحلقه انا قلت لك ان النصر كان يحتاج الى هذه الخساره اليوم. كان في حاجه فريق فعلا يعني الفتره الاخيره قاعد هناك تخبطات يمكن فنيه كبيره، لكن الفريق قاعد يمشي بالبركه. كان يحتاج الى مثل هذه الهزه حتى يمكن يصحوا الفريق، حتى يمكن الموجودين يمكن على في اداره النصر انهم يعرفوا مكامن الخلل في النصر. طيب بس انا ماذا يحتاج؟ بس بقول لك يا عيد بقول لك حاجه واحده بس. احنا ما نهضم قيمه دعم اعضاء شرف النصر ولا نهضم قيمه عمل الامير فيصل بن تركي بن ناصر. انا لو ساعد لما اسمعني ما حد قاعد يهضم. خليني اقول لك ابو تركي مقاطعه. انا الان تشبعت من كلامك خصوصا فيما يتعلق بدعم اصحاب السمو تحديدا. نعم. ومناشدتك لهم انه الاستمراريه والبقاء. طيب انت الان سالناك العمران سامي الطويل من بعد اخوي عيد حسام الصالح واسماء والامير محمد بن عبد الله، وكان له حضور كبير، لكن الان مهمشه ومبتعده ولها تحفظات كثيره على موضوع النصر، على النادي ككل، كاداره، كانتماء الى اخره. فالنصر جالس يخسر مثل هذه الكوادر اللي تمثل بالفعل داعم كبير كانت لنادي تعاد عمران العمراني. يعني هل تعتقد انه مثلا كان امر مثلا صحي؟ كان بودي والله مو صحي. هل هو امر يعني انا اعتقد انه وانا ما اعرف الشخص وانا مو بصحي، لكن انا اعتقد انه كان من الشخصيات البارزه في دعم النصر السنوات الاخيره. بالعكس اي ابتعاد اي عضو من النادي مو صحي. اي عضو. طيب لماذا ابتعدت؟ انا ما اعرف الاسباب، انا ماني في البيت لا هذا دليل انه ما في انا اللي اقوله اللي اقصده انقسام حقيقه. لا انا اللي اقوله الان انه هؤلاء الاسماء اللي ذكرتوها كان لها بصمه في عدد كبير من اللاعبين اللي يلعبون في الفريق الاول، جابوهم وجو. يعني اعطيك مثال بسيط، اداره الامير فيصل بن تركي جابت السيد زنقه عن قناعه كامله بانه مدرب يملك من الخبره وكفاءه وكثقافه رئيس نادي يبي يعطي الخبز والخبازه كما يقال.
وتحمل كامل المسؤوليه حتى من اللاعبين اللي جاب، وانا ما كنت اتفق معهم فيها، انه هو صاحب القرار وتكلفت خزينه النادي مبلغ وقدره، لكن هي قناعاته كشخص. هذا في النتيجه هذا عمل اداري. زنقه ترى على فكره يعني اشوف زنقه مثلا لما تحمل، انت ما جبت المدرب العظيم، كان بدأ سجل تدريبي يعني. اسمع ليش احنا نتكلم عن انه حتى دعم اعضاء الشرف المادي ساهموا في اللاعبين الاجانب، وساهموا في اللاعبين المحليين. يعني اعضاء شرف النصر ما اقول لك نطمح في الاكثر احنا. ولا ما عفوا ترى اذا احنا استرسلنا اخوي ابو تركي في قضيه النصر ولماذا وما الاسباب الى اخره، اعتقد حتى الفرق الاخرى وجماهيرها ومحبيها بيقولوا الليله ايش فيكم رحتوا للنصر كله على اساس علي موجود اثاركم وطولتوا بالموضوع وتركتوا البقيه. ما يستحق بامانه ابو جواد، ما يستحق العالمي، ما يستحق العالمي يتكلم عنه في حلقه زي هذه تحتفل فيها الكره السعوديه بنهايه الموسم. حلقه بوحده على كيفك، لكن فيما يتعلق الليله خلينا نسألك عن الحزم. الحزم صفحه طويله. لا لسه اتكلم هي الكفايه عن الحزم وغير الحزم. لكن الحزم خلاص كاتب اصلا من زمان ما شاء الله شات الوفاه وهو متوفي دماغيا. البلطان يعني قد يكون سبب، ولكن لا امانه لا والله معلش انا اختلف معك استاذ. لا انا اختلف معك في النقطه دي. والوليد هو الشخص اللي يعني رعى الفريق وكون شخصيه للفريق وثبت الفريق في الدوري المحترفين لعدة سنوات بسبب كل الأندية تبحث عن المادة. صحيح. ولا تقدر توفر أي شيء لا من ناحية اللاعبين ولا من ناحية المدربين إلا بالمادة. ولا يمكن أنك طبعا تصنع فريق إذا ما عندك مادة. كلامك حلو وجميل جدا جدا، لكن يا أخوي عبد الرحمن تذكر أنه جيران الحزم من هو؟ الفيصلي مدينة فين الفيصلي؟ بعيد عن الحزم. أنا أقصد أنه مدينة صغيرة جدا جدا، قد لا تكون مع احترامي للفيصلي وحربه إلا أنها حي من أحياء لا تكاد تتجاوز حي من أحياء الرس. ناتي وأيضا هناك الفتح، ناتي النجران. كل هالأندية الثلاثة اللي ضربت لك إياها كمثال أو استدعيتها الآن لم تكن مرتبطة بشخص واحد. فدائما اسمح لي اكمل. بس انا بجي معك في نقطه. الفتح في الراشد يدعمون هذول. تسمح لي يدعمون. انا اقول لك لا بس اقول لك والعفالق نفس شخص واحد يعني مو شخص واحد. مشكلة الحزم مجموعة من العوائل موجودة. مشكلة الحزم اخوي عيد واخوي عبد الرحمن واخوي زكي واستاذنا علي وبلما ايضا. الحزم منذ أن أتى خالد البلطان، وخالد البلطان أراد فرض هيمنته وسيطرته لوحده وبمفرده، فهناك خلق أيضا انقسامات بنادي الحزب. كان هناك أعضاء شرف حقيقة، وأنا أتذكر اجتماعاتهم هنا في الرياض، كل أعضاء الشرف تخلوا تماما عن ما يسمى بنادي الحزب. والله شوف بقول لك فتركوا أمانة تركوا لخالد. طيب لحظة خليني بقول لك شيء. أنا شوف بقول لك شيء أنا خالد يعني شوف خالد لا بقول لك شيء. أنا على فكرة ما أتمنى إنه في نادي يرتبط بشخص لا خالد البلطان ولا غيره، لكن بقول لك نقطة